نصر الله يقول للعراقيين: كيف لكم أن تنسوا فضل إيران التي زودتكم بالأسلحة والعتاد في حرب التحرير من داعش، وكأنها منة. لكنه نسى أو ربما تناسى أن العراق دفع ثمن كل قطعة سلاح. وقال أيضا: كيف للعراقيين أن يكنوا المحبة للسعودية التي اتهمها بدعم الإرهاب. لا أعلم من الذي منح نصر الله صفة الوصي على 40 مليون عراقي ليتحكم بهم وبمشاعرهم تجاه الدول الشقيقة. لكن يا نصر الله، ألم تتفاوض وتبرم اتفاقية مع الدواعش في عام 2017 وقامت ميليشياتك بنقلهم بالباصات المكيفة أمام مرأى ومسمع الجميع، وحكومة العراق اعتبرتها في تلك الفترة بأنها إهانة كبيرة. صدق من قال: رمتني بدائها وانسلت. ثم أين أنت من لبنان الغارق بالأزمات والديون، والذي تتفاوض حكومته الآن مع إسرائيل لترسيم الحدود، ولم نسمع تهديداتك بالصواريخ والموت للعدو الصهيوني؟ أم أن ما يحق لكم لا يحق لغيركم؟